توصلي لضحكة المشاهير، عايزة يكون عندك هوليود سمايل، خليكي معايا وهقول لك على السر. السر ان المشاهير ومعظم الناس اللي بتتمتع بابتسامه زي ابتسامه هوليود بتركب حاجه اسمها الفينيرز. الفينيرز دي بتكون عباره عن قشره بتتركب على الطبقه الخارجيه في الاسنان. في حالات ايه اركبها؟ اولا لو في فرق بين السنتين اللي قدام كبير ومش عارفين نعالجه بالتقويم ممكن نركب الفينيرز. تاني حاجه لو في شكل سنه مش طبيعي او حجمها اقل من الطبيعي وباقي الاسنان واخده شكل تاني، وقتها الفينير يعالج المشكله دي. ايه تاني؟ لو في لون مش عارفين نتغلب عليه بالتبييض او ان احنا نعمل له تبييض، وقتها نستخدم قشره الاسنان، ودي اللي معظم الممثلين والمشاهير بيستخدموها. بس خدي بالك مش كل الناس ينفع لهم الفينير. الحالات اللي عندها تسوس في الاسنان الاماميه ما ينفعش نركب عليها فينير، لان الفينير لازم يركب على سنه سليمه 100%. وكمان الناس اللي بتضحك واللثه عندهم بتبان، في بعض الناس بتضحك واللثه بتبان، الوقت ده لازم نعالج الاول الجام سمايل او ان اللثه ما تكونش باينه، وبعد كده نركب الفينير. تابعيني وهشوف لكم ان شاء الله كل جديد في طب الاسنان، هقول لكم وتابعوني واعملوا